شاهد أول تعليق مسخرة من علاء سادك بعد فوز النادي الأهلي على النادي الزمالك بثلاث أهداف دون مقابل في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لعام 2025-2026. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك 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 لنادي القرن، مبروك لزعيم الكورة، مبروك لزين الأندية، مبروك للأهلي، مبروك للخطيب اللي الفوز النهاردة الساحق على الزمالك هيوقف الحرب شوية ويهدي الدنيا شوية. 3-0 تقدر تقول درس في الكورة، نتيجة بتقول 3-0. تقدر تقول علقة موت خدوها البيض ولحد دلوقتي ما فقسوش. صيدة هيفضل طول عمره الزمالك صيدة للأهلي. 3-0 عرفتهم هم فين والأهلي فين. لكن عنوان الماتش ده وعنوان النتيجة دي بتقول ايه؟ بتقول ببساطة الزمالك من غير حكامه عرف مقامه. هو ده مقام الزمالك، مقامه يطلع سادس سبع الدوري، ياخد الدوري بس عشان في معروف وفي الغازية وفي ناجي الزمالك وفي القفا وفي شفتوا الجول، شفتوا البينالتي اللي اتحسبت للأهلي، شفتوا البينالتي اللي الفار المحترم الألماني نده الحكم الألماني خد نص دقيقة، لا نص دقيقة، خد 20 ثانية ورجع تيت بينالتي، لمسة يد المسافة قد كده بس بينالتي، ايده بره عشان القفا الحقير القذر واوسكار رويز الاحقر الاقذر وهاني ابو كيده اقذرهم على الاطلاق. يقول لك بعتنا وسالنا واعمل اجتماعات شفتوا البينالتي وهي بتتحسب يا حقراء؟ كان زمان الاهلي متصدر الدوري بفارق شاسع من نقط لو عندنا تحكيم محترم. 3-0 في مباراة العمر لأشرف بن شرقي في مركزه الجديد راس حربة. أشرف بن شرقي سجل الأول وسجل الثالث وصنع الثاني. إيه الحلاوة دي؟ إيه الإبداع ده؟ شيء من جمال كرة القدم اللي إحنا نفسنا أوي 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 نستمتع بيه. عمل كل حاجة في الكورة. على فكرة ترقيصة الجول الثاني قبل ما يمرر لحسين الشحات الاسيست بتاع الانفراد، الترقيصة كانت جبارة زيادة عن اللزوم، جبارة. انما تقدر بقى لما تيجي تقول الترقيصة دي اجمل لعبة في المباراة؟ لا ما ينفعش. ده الجول الثالث اللي حطه اشرف بن شرقي استاذة الاساتذة، راجل واخد دكتوراه في الكورة، دكتوراه في الحرفنة، دكتوراه في هدوء الاعصاب. الاهلي مجرد انه ضغط على الزمالك شوية بس شوية، مجرد ان الزمالك ما لقاش حكامه، مجرد ان الزمالك لقى الحكام بيحسبوا الفاول عادي هنا وهنا، بيدوا انذار للعيب اللي يروح يعترض. احمد ابو الفتوح راح يعترض على الحكم، فاكره ناجي الزمالك ولا الغازية، قال له لا تعالى يا بابا عندك انذار. الاعتراض مش عندي يا بابا، الاعتراض عند حكامك المصريين العرر. الاهلي مجرد ضغط على الزمالك 3 اهداف، ابو بن شرقي 2 والشحات اللي في وسطهم، وكرة في القائم تريزيجيه من ضربة جزاء ضائعة، و3 صدات رهيبة من مهدي سليمان، واحدة من مروان عطية وواحدة من تريزيجيه وواحدة من طاهر. ايه ده غير الكرة اللي طلعت من على خط المرمى، كرة طلعت من على خط المرمى طلعها محمد اسماعيل والشبكة فاضية، غير الكرة اللي ضاعت من اشرف بن شرقي والشبكة فاضية حطها بالعرض. مسحنا بيهم الارض بمعنى كلمة مسحنا بيهم الارض. الماتش ده يتسجل في التاريخ ازاي فرقة بتمسح بفرقة الارض. ياخدوا الدوري خلاص. هو في حكام اكتر من كده؟ هو في هنشوف حقارة تحكيم اكتر من اللي شفناها؟ خدناهم رايح جاي 2-1 في الذهاب وال3-0 في الاياب عشان نعلم عليهم، نقول لهم الدوري اللي انتوا خدتوه زور، الدوري اللي انتوا خدتوه حكام، الدوري اللي انتوا خدتوه ما تستاهلوهوش ابدا. ادوا ميداليه للمعروف وادوا ميداليه لنادي الزمالك
وادوا ميداليه للقفا وميداليه للغازيه، وزعوا ميداليات الدوري للحكام. انتوا ما تستاهلوش ولا ميداليه على الاطلاق. الاهلي كشف عوراتهم. الاهلي كشف ان الزمالك فريق ملط بمعنى الكلمه. لولا البنالتي والكرة بتاع الرأسية بتاعت سيف الجزيري في الدقيقة 88 كان مصطفى شوبير طلع من الماتش ده وهو لابس بابيونة وهدومه ما توسختش لغاية ما صد ضربة الجزاء. ما كانش حد راح قال له انت فين يا مصطفى يا شوبير. كله بلالين حوالين الجول. ما شاء الله الاهلي بس كشف، عرف الناس كلها ان الزمالك من غير حكامه فرقة ملط. كده احنا لعبنا الزمالك 3 ماتشات السنة دي اللي هو بيقول لك سنة 0 للأهلي وسنة عظيمة للزمالك. 2-0 سوبر و2-1 دوري و3-0 دوري، ويقول لك سنة عظيمة وسنة صفرية للأهلي. صفرية ايه؟ ده احنا عملنا بيكوا كده. ده انتوا مش ملط، ده انتوا الملط يتبرى منكم. فرقة ضعيفة ما عندهاش حاجة. ويقول لك ناصر منسي أسطورة وهو أول واحد اتغير بين الشوطين. تعالى يا أسطورة اقعد جنبي. شتموا حسن شحاتة وبهدلوه، مسحوا بكرامته الأرض، وهو أسطورة الزمالك الحقيقية لمجرد إنه كشف لهم بيزيرة. عمل إيه بيزيرة النهاردة؟ غير إنه زائل لما استبدل، غير إنه اتقمص لما استبدل. عمل ايه؟ شاط على الجول 0، جاب جول 0، مرر جول 0. تمثيليات. ده غير بقى ان البنالتي اللي اتحسبت للزمالك وصدها شوبير من حسام عبد المجيد مش بنالتي على الاطلاق. الولد محمود بنتايج قبل ما يوصل له هادي رياض، قبل ما يوصل له كان رمى نفسه. الفيديو عداها لان النتيجة 2-0 ومش عايز يحرج الحكم بتاعه. انما ما شاء الله حسام عبد المجيد بقى متخصص دلوقتي في اضاعه ركلات الجزاء. تاني ركله جزاء ورا بعض يضيعها. ضيع ركله الجزاء بتاعت انبي، واللي بعديها على طول بتاعت النهارده ضيعها برضه. ما شاء الله علشان الناس بقى ايه تهدى شويه وتعرف ان البنالتيات دي لها ناسها. بس لو لعبنا الزمالك 100 مره هنقطعه 100 مره. الحمد لله على كرة القدم الجميلة. تعالوا أكلمكم عن الأهداف ال3 وبعدين نتكلم على الماتش نفسه. الجول الأولاني للأهلي في الدقيقة 18 وسبحان الله أول كرة للأهلي بين ال3 خشبات. أول كرة للأهلي بين ال3 خشبات جول. قبلها ما فيش ولا تسديدة للنادي الأهلي بين ال3 خشبات. الجول جه ازاي؟ هجمة كانت طويلة للأهلي. الأهلي تبادل فيها الكرة أكتر من مرة، ودفاع الزمالك عجز إنه يشتت الكرة لغاية ما وصلت لطاهر محمد طاهر في الوينج اليمين بس قريب قوي على بوز ال 18. وقفها وبمنتهى الدقة والثقة عمل عرضية بالمقاس بالمسطرة بحساب الهندسة على راس أشرف بن شرقي اللي جاي. أشرف بن شرقي براسه الشومة جنب إيد مهدي سليمان بس قوية قوي ومن مكان قريب قوي. مهدي سليمان خد ال3 بتوعه. عواد خد ال3 كتير، وصبحي خد ال3 كتير، وجنش خد ال3 كتير، وأبو جبل خد ال5 كتير. كله خد. كان الوحيد اللي لسه ما خدش، لسه ما شربش، لسه ما شافش كعانه اللي يشرب منها كان المهدي سليمان. ربنا أكرمه النهاردة ما حرموش. مهدي سليمان خد ال3 بتوع علشان لما يجي يتكلم مع عواد يقول له انت شربت 3، يقول له ما انت شارب 3. يتكلم مع صبحي يقول له يا ابو 4، يقول له طب ما انت ابو 3. يتكلم مع ابو جبل يقول له يا ابو 5، يقول له ما انت كمان ابو 3. كله يجي لغايه عندنا ويركع ويسجد ويعرف ان الله حق ويعرف ان مقامه كده. الجول الاولاني طاهر استلم عند بوز ال 18، وقف وبمنتهى الثقه عرضيه على راس بن شرقي اللي طلع من الارض وشومه براسه. جول. الجول الثالث لاشرف بن شرقي في الزمالك من يوم ما جالنا. جول براسه في ماتش 1-1، جول بصدره وبيمينه في ماتش 2-0، وادي الثالث النهارده وما كناش نعرف انه هيعمل الرابع كمان. الله اكبر.
الجول الثاني كان برضه في الشوط الاول في الدقيقة 32. بس اللعبة دي ما كانتش هجمة خطيرة للنادي الاهلي.